هو ايه اللي حصل في ماتش مصر وبنين؟ اول ماتش في الادوار الاقصائيه للمنتخب بعد ما تاهلنا من دور المجموعات كاول المجموعه، وبنقابل منتخب بنين اللي تاهل من مجموعته ضمن احسن توالت. مواجهه تبان لك شبه محسومه، منتخب مصر بقياده كاب حسام وفي الملعب صلاح ومرموش وباقي الرجاله، ومنتخب بنين لا حول ولا قوه يعني متاهل بالعافيه. بيبدا الماتش وتبص على التشكيله والملعب تلاقي العميد نازل بنفس الخطه بتاعت ماتش جنوب افريقيا 5-3-2، واللي هي خطه دفاعيه بحته. يبدو ان مصر ستبدا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، لان حمدي فتحي امامنا بيلعب ثالث مع ياسر ابراهيم ورامي ربيعه. الله، طب ليه يا كاب حسام؟ ما فريق بنين اصلا هيرص الاتوبيس ورا وهيدافع وهيلعب مرتدات. فرقه بنين دي المفروض تنزل تدوس على وشها من اول الماتش. ده بص يا كابتن حسام المدير الفني بتاعهم قاعد مرعوب في الدكه مش راضي يقوم من عليها. بس يا ابني انت وهو، وانا مش كسبت جنوب افريقيا ب10 لعيبه بالخطه دي؟ حصل يا باشا، خلاص يبقى احنا مش هنلعب في حاجه. لا جي بي اللي هو اللي ضمن البدلاء. مره ثانيه هنا الضغط العالي ابراهيم عادل يعمل ضغط عالي، كان هيغلط امامنا دي الميدا. كرات الخطيره ابعاد المره دي رامي، ترجع مره ثانيه موران، لكن على طول مروان جري حلوه قوي، انفراد انطلاقه، روح يا مرموش، راح مرموش وساب الكوره. وساب الكوره. اللقطه بتاعت مرموش دي بتفكرني بالمشهد ده. هنرقص دم يا روح امك. دخلنا في اول 10 دقايق والمنتخب يعني ماسك نفسه بس مش المنتخب المخيف اللي احنا مستنيينه. طبعا تاني لقاءات اماميه، لمسها حلوه، انفراد محمد حمدي والتدخل حارس المرمى. ضربة جزاء دي ولا ايه؟ فار يا كابتن. بس يا ابني ما فيهاش حاجه يا كابتن. فار يا كابتن يا ابني، بس ما حدش قال لي حاجه من الفار. لا اوعى حد يعصب كاب حسام، ما تلعب يا ابني انت وهو، قلنا ما فيهاش حاجه. الدنيا بدات تتوتر والعيوب بدات توضح ولاعيبه بنين بدات تنطح. اللعب وتدخل في عنف امامنا هنا من اللاعب رودولفو أولوكو. هبط الله انت بتعمل عليا حكم وبتديني انذار عشان مسكت الكرة بايدي؟ انا لسه منطوح هناك اهو، ما شفتلكش يعني. رجع الكرة مكانها يا حبيبي، رجع الكرة مكانها. ايه يا كابتن؟ لعيبة منتخب بنين بدأت ترتاح وتاخد ثقة وتتقدم، ولاعيبتنا بدأت تتخانق مع بعض وتزعق وتتوتر. ركز يا ابني انت وهو، منتخب مصر شكله ولا مرعب ولا حاجة. ركز يمكن نخطفهم بجون. منتخب بنين بدأ يمسك كورة وينقل، ومنتخب مصر هو اللي بيعمل فاولات وبيدافع ومتوتر. ضبط حتى هذه اللحظة ويحاول، ودي تمريرة حلوة قوي يا ولد. المرة دي انطلاقة محمد حمدي، العب بالعرض يا راجل للخلف وفرصة، لكن يا جدعان هنندم على الاجوان اللي بنضيعها دي والله. ثانية تريزيجيه، واحدة من كرات محمد هاني، اظبط العرضية يا هاني، عليا الرأسية لكن يبعدها الحارس. هاني عايز يعدي، راح في الزحمة، استلام صلاح عايز يلف، اظبط اللفة يا صلاح. حد ليه شوق لحاجة؟ استنى بس اما نشوف ايه ده. اللعيبه شرطتها بتتفتش ليه؟ بتبص فين يا جدع؟ عيب كده، عندي ماتش عايز انزل له. خد بس هقول لك. وريني كده تاني. اوريك ايه يا راجل؟ عيب عليك يا حكا. الاسترتش ده ممنوع اللي بيتلبس تحت ماشي غير وبعدين انزل بقى. المنتخب المصري رجع يمسك الكرة تاني، بس كلها نقلات سلبية ملهاش اي معنى. يا نهار ازرق، ده طلع بجد يا جدعان. داري يا ابني على اخوك اللي بيغير. مفيش اي حاجة حرفيا بتحصل في الماتش، لدرجة ان كابتن حسام قرر يعمل محاضرة ما بين الشوطين في قلب الملعب من قبل ما الشوط الاولاني اصلا يخلص. لا اله الا الله. محمد حمدي رباط صليبي. كاب حسام حسن بيحاول يفوق لعيبته اللي نفسيا بدأت تتأثر بالأحداث اللي بتحصل دي. صفر الحكم وبينهي الشوط العبثي ده. بيبدأ الشوط التاني وخلاص هنهدى ونلعب كورتنا، وإن شاء الله الشوط التاني يبقى فيه كلام تاني. ايه يا اسطى مالك بس؟ ايه اللي حصل؟ ايه يا حمدي عملت ايه في الواد؟ طب ايه يا حكم؟ ده اداله بالشلوت يا عم. طيب بعيدا عن الضرب، انا بعز اللعيبه اللي شبه كابتن حمدي فتحي كده. ممكن حمدي فتحي، ممكن رامي، ممكن ياسر ابراهيم، ممكن الراسيه تعدي، فرصه مش ممكن يا رامي. يا لهوي، اقسم بالله هنندم على الاجوان دي. كاب حسام هيتنقط. حرام عليك يا ربيعه. فرصه رامي ربيعه كانت كفيله بوضع منتخب مصر في المقدمه في هذه المباراه. كده في اصابه، لاعب واقع في ارض الملعب، واقع تريزيجيه. يا نهار ازرق، العيال بتروح مني. لا اله الا الله. تريزيجيه التواء في الكاحل. زيزو وامام، خلاص يدخل زيزو وامام. طيب يا مسهل، يلا يا امام، يلا يا زيزو. تمريره حلوه قوي، زيزو انطلاقه، محمد صلاح. يا رب واحده زي دي بس تظبط. بص كده الاوت اللي كاب حسام بيتخانق عليه ده هيحصل بسببه ايه؟ وبعد كده خسر امام السنغال، وانفراد
ويطلع الشناوي. ضغط حمدي لكن يطلع بشجاعة كبيرة. محمد الشناوي أخطر كورة في المباراة. طب بالعقل بقى عشان انتوا بدأتوا تهيسوا، انا عايز اجيب جون. محمد صلاح لهاني، واحدة من الحلول ال1 وال2. انطلاقة صلاح يحاول المرور، يلعبها حلو قوي لهاني، يلعب العرضية. مين اللي مكمل؟ ادي بقى التسديدة من احلى الاهداف اللي شفتها في حياتي. هاني والتفويته وعلى طول يا ولد ركنها بباطن القدم. مروان عطيه اللي يفاجئنا امامنا اهو في تاني بطولاته في افريقيا امامنا. عاش مروان جدع. بس نضغط بقى ونجيب التاني بالله عليكم في حموتها. بس للأسف احنا رجعنا ورا ومنتخب بنين هو اللي بدأ يضغط، وركنية في التانية في التالتة منتخب بنين حالف لا يتعادل. والنبي يا اخوانا بلاش الكور اللي بنرجعها للشناوي دي. يشوف اضطر يرجع كتير. ضغط العالي من جانب لاعبي منتخب بنين. خطأ بالشناوي في الخروج بالكرة، تمريرة ومحاولة ولكن على طول. برافو ياسر، برافو ياسر. كرة ارتدت، كرة خطر بالشناوي، العرضية خطيرة. يا جدعان لسه بقول بلاش ترجعوا الكرة للشناوي. عارفه انا السيناريو ده حافظه، منتخب بنين يتعادل. وليتان رقم اللي ضربت الكرة في قدم فتوح، حاول عليها. كباتن الفرقة بيحاولوا يلحقوا نفسية زمايلهم من الكارثة اللي حصلت. مروان عطية يجري المرة دي، ادي كرة حلوة، انطلاقة صلاح، العرضية زيزو مكمل حلو قوي. صلاح. كابتن حسام بينده على صلاح عشان يفكروا بلعبة متفقين عليها. محمد هاني الجبهة اللي اشتغلت، ادي صلاح يعلق كرة العالية. للأسف صعبنا الماتش علينا وهندخل نلعب أشواط إضافية. بيبدأ الشوط الإضافي الأول ومنتخب مصر ما عندوش غير اختيار واحد بس، يجيب هدف في أسرع وقت ممكن قبل ما الماتش يتصعب عليه. عدى حلو قوي، مرموش قائد. مرة تانية مروان يعلق الكرة العالية الرأسية. هي المنتخب المصري. ياسر يا لعيب، ياسر ابراهيم بضربة رأس تحير كل الحراس. يا ولد يا ياسر، يا ولد يا ياسر. الحمد لله نمسك العقل بقى ونحافظ على الجون اللي جبناه ده. ابوس ايديكم. لعيبة بنين هتلاقيها دلوقتي متوترة وخرجت بره الماتش. لمسة يد، بيقول له لمسة يد، قال له مفيش حاجة، العب. تيسيا أنتونيلا طبعا فيانا، وإنذار لتيجاني. ملناش دعوة، احنا على وضعنا هادين ومركزين في الماتش. عاش أبو صلاح اللي راجع يدافع مع زمايله. الثانية بره بتعدي على كابتن حسام كأنها سنة. بس الحمد لله بينتهي الشوط الإضافي الأول وبنبدأ الشوط الإضافي التاني، وخلاص يا رجالة هانت، هي ربع ساعة بس. فاول في مكان خطير، مرة تانية تتصلح، تسديدة. 120 دقيقة لا يكل ولا يمل من توجيه لعيبته وتشجيعهم. انطلاقة حلوة من محمد صلاح النفس اللي بقول لحضرتك عليه، الرئة، الشد والجذب والإنذار. بتقطع تيشيرت محمد صلاح، خلي بالك انت كده شغلته، هو بيحب الحاجات دي قوي. كرة يمرر كرة لزيزو، ممكن هدف ثالث. استلام محمد صلاح، وادي إمام. ياه ما كنت خلصتها يا إمام. رامي ربيعة واقع ومنتخب بنين بيلعب الكرة بسرعة. ضربة تماس طويلة على طول إبعاد بتميز كبير في مباراة اليوم أمامنا المنتخب المصري في الكرات. ادي المرتدة المرة دي زيزو، محمد صلاح والتسجيل. صلاح عملها محمد صلاح زي ما بيعملها كل مرة. منتخب مصر ليس بهدفين مقابل هدف، لكن محمد صلاح بالثلاثة. أنا عايز منتقدين الراجل ده يشوفوا السبرنت اللي اتفتح في الدقيقة 121، يشوفوا الهدوء والثبات والتركيز في إنهاء هجمة في آخر دقيقة في الماتش. وبس كده نقول مبروك. أنا أحمد مجدي، سلام.